بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا فيديوهاتي بسيطة وسهلة عليكم يا حبايبي يا رب وتعجبكم. دلوقتي يا حبايب قلب انا لسه راجعة من السوق، حبيت اصور معاكم المشتريات بتاعتي. اول حاجة هنبتدي بيها معايا بسلة هي حبايب قلبي. البسلة هي حبايب قلبي انا جايباها الاتنين ب5، الاتنين ب10، انا اسفة. الكيلو من دي ب5 جنيه جبتها. وجبت جزر برضه، كانت الست بتقول لي كيلو وربع، جبت منها كيلو ونص. كيلو ونص ب5 يا حبايب قلب اهو، عشان البسله وعشان نعمل بها سلطه كمان النهارده. وده فلفل يا حبايب قلبي اهو، شفيطه على فلفل مشبع على فلفل رومي اهو يا حبايب قلبي. الكيلو ونص ب10. وجبت كمان جبت خيار اهو يا حبايبي اهو. جبت الخيار ده جبتهم شروه، جبتهم من الراجل كده على بعضهم ب7 جنيه، اكتر من كيلو وربع. وجبت شبت وكزبره اهو يا حبايبي اهو. الربطه دي بجنيه، شبت على كزبره، تبقى حلوه للسلطه وحلوه للمحشي كمان. وجبت بتنجان عشان نبقى نعمل مع بعض محشي بتنجان ابيض. جبت الكيلو في البتنجان، جبت ال2 كيلو دول ب5 جنيه، يعني الكيلو ب2 جنيه ونص بس. وجبت كمان يا حبايب قلبي برتقان. البرتقان اهو يا حبايبي، جبت الكيلو البرتقان ب5، يعني دول 2 كيلو ب10. وجبت كمان استفندي اهو نصفي، برضو على كلمنتين اهو يا حبايبي. ده الكيلو ب5 برضو، جايبه 2 كيلو ب10. وجبت كمان شفشق اهو يا حبايب قلبي اهو. الشفشق ده الاتنين ب10، يعني الواحد من ده ب5 جنيه. جبت 2، واحد ليا وواحد لماما. والكوبايات دي يا حبايب قلبي عجبتني، جبت منها ال3 دول ب10 جنيه. وجبت كمان يا حبايب قلبي طماطم اهي، ما شاء الله الطماطم بقت جميله جدا اهي، تفاحه اهي ما شاء الله اهي يا حبايب قلبي. دول كان الراجل بيقول لي الكيلو وربع ب10، لا كان بيقول لي في الاول الاتنين ب15. جبت دول 3 كيلو ب20، يعني الكيلو ونص ب10. وجبت ده يا حبايب قلبي بسبوسه، انا بحب البسبوسه. جبت طبق البسبوسه ده ب10 جنيه بس، ما شاء الله جميل وفي كتير ما شاء الله يا حبايب قلبي. وجبت ايه كمان؟ جبت يا حبايب قلبي كمان بصل اهو، بصل يا حبايبي كمان اهو، الكيلو ونص ب10. وجبت كمان بطاطس اهي يا حبايبي اهي، التلاتة ب10 جنيه. في اقل من كده بس انا بحب البطاطس دي، بتبقى حلوه في التحمير، بحب البطاطس الكبيره دي. وجبت كمان يا حبايبي بتنجان وفلفل الوان، بتنجان اسمر رومي اهو يا حبايبي. وجبت فلفل الوان كمان، استنى يا محمد اهو يا حبايبي. البتنجان وفلفل رومي، فلفل قصدي الوان، اسفه. كيلو البتنجان بكام؟ البتنجان جايبينه بكام؟ ب5. الاتنين ب5، الاتنين بتنجان ب5. وجايبه فلفل الوان نص كيلو، بس في لسه باقي اهو تحت اهو. جايبه الكيلو ب20، الكيلو ب20 في الفلفل الالوان. وهات الموز يا محمد. وجايبه يا حبايبي سمك كمان اهو للشوي، هنعمله معاكم كمان النهارده ان شاء الله اهو. ما شاء الله السمكه ما شاء الله قد ايه. الكيلو ب20 جنيه بس، ده كيلو ونص. جايبه كيلو ونص من الكبير ده، وجايبه كمان من الصغير اللي تحت ده. شايفين يا حبايبي ما شاء الله، انا بحب السمك الصغير ده جدا، اكله قدام الفرن وانا بشويه. كيلو من ده ب10 جنيه بس، يعني انا جايبه 2 كيلو، نص من الصغير ده ليا، وجايبه من الكبير ده لجوزي ولولادي. الكيلو من ده ب20، الكيلو من ده ب20. وجبت كمان موز يا حبايب قلبي اهو. الموز انا جايبه كيلو وربع ب10، ما جبتش غير ب10 جنيه بس، لان عندي من الاسبوع اللي فات.
ما حبيتش اكتر، بجيب بس المستلزمات بتاعتي اللي تقضيني ايه الاسبوع. يعني انا بجيب طلباتي من الاسبوع للاسبوع كل حد، علشان ما انزلش اجيب كل يوم حاجه من السوق. ودي يا حبايبي كانت التسويقه بتاعتي معاكم، وحبيت اقول لكم الروتين، اعمل معاكم الروتين بتاع النهارده. رحت السوق وجبت يا حبايب قلب كل حاجه انا محتاجاها اهو، زي ما انتم شايفين. انا كنت عايزه كوبايات، جبت كوبايات انا عندي، بس حبيت الكوبايات دي صغيره عن اللي عندي. وجبت يا حبايب قلب السوق، وحبيت اشارككم اليوم بتاعي معاكم النهارده. وهنعمل مع بعض برضو النهارده سمك مشوي، هروح اشويه عند ماما لو الانابيب ما عدتش. انا مستنيه الانابيب تعدي عشان املى انبوبه للفرن، لان زي ما انتم عارفين انا عندي غاز طبيعي، ما ينفعش اولع الفرن غير بالانبوبه. لو الانابيب ما عدتش هروح عند ماما اشوي السمك. هعمل معاكم هنا السلطه، وهشوي اسفه هعمل معاكم الرز الصياديه. وهنعمل مع بعض، هنغسل البوتاجاز ونغسل معانا، تشوفوا وكملوا الفيديو للاخر يا حبايبي. دخلت المطبخ اغسل المواعين. انا غسلت الكوبايات الجديده ورفعتها وعينتها خلاص. هغسل بقى يا حبايب قلب المواعين. الغلايه ديت انا عاملاها للبتاع سلق البيض، ما بستخدمهاش لحاجه تانية. انا كنت عامله بيض امبارح فيها مسلوق. هغسل يا حبايبي المواعين كلها عشان الخربطه وارجع لكم تاني. اهو يا حبايبي انا غسلت اهوت، بغسل في المواعين معاكم اهو. اهو يا حبايبي بالشكل ده. هخلص بقى الكميه كلها وارجع لكم نغسل مع بعض السمك، وهوريكم حاجه جميله قوي بتعمليها في السمك ما يمررش معاكي وتبقى بطنه جميله. اهو يا حبايبي تبقى بطنه جميله ايه وما يبقاش مر معاكي. شوفوا البوتاجاز وسخ خالص ازاي، بقى لي كام يوم ما غسلتوش، مكسله عنه. هغسله معاكم برضو، انتوا هتشجعوني وانا هشجع بكم يا حبايبي. وبشوي بتنجان اهو عشان نعملها مع بعض بالطحينه. دلوقتي يا حبايب قلبي انا غسلت البوتاجاز اهو. بصوا يا حبايبي انا انتهيت خلاص من غسيل المواعين، وغسلت الحوض، وخلصت خلاص، وغسلت البوتاجاز معاكم من غيركم معلش، لان انا مستعجله اتاخرت على الغدا. هقول لكم بقى على حاجه ايه جميله جدا. السمكه اهي يا حبايب قلبي، بتمسكي الراس كده تفتحيها وتدخلي بصباعك من هنا كده، بتوسعي عشان تطلعي منها المراره، بتقومي تتكيه على بطنها كده بالشكل ده، بتقوم طالعه لك المراره اهي، تقومي شايلاها اهو يا حبايب قلبي. شفتوا؟ دي بقى ديت اللي بتخلي بطن السمكه مره وطعمها وحش كده يا حبايبي. هعمل معاكم كمان واحده ثانيه اهو يا حبايب قلبي. احنا عملنا ده خلاص اهو. بمسك السمكه كده اهي، السمكه اهي، السمك الكبير بس اللي بتعملي فيه كده، تقومي داخله من هنا من تحت النغشيش بتاعتها اهي، موسعه كده بصبعك اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. شايفين المراره قد ايه كبيره ووحشه؟ دي اللي بتخلي بطن السمكه مره ووحش اهي يا حبايبي. شايفين عامله ازاي قد ايه؟ انا هعمل السمك كله بالشكل ده، السمك الكبير كله. بصوا، وبعد كده بقوم ماسكه السمكه كده غسلاها بالشكل ده اهو يا حبايبي اهو. فاتحه الدماغ كده غسلاها كده ومشطفاها كويس اهو. شايفين اهو يا حبايب قلبي بقت زي الفل. وبغسل الرز بقى، وبحط الميه بتاعه الرز على السمك، وبعصر ليمون عشان ما يبقاش ريحته زفره، وتبقى طول ما انت بتشوي يبقى شامه ريحته حلوه كده وما تقرفيش منه بالشكل ده يا حبايب قلبي. تيجي تاكلي السمكه من جوه تلاقيها بيضه وحلوه، بطن السمكه نظيفه اهو. تلاقي بطن السمكه نظيفه ومش وحشه ولا مره ولا فيها اي حاجه. هغسل السمك يا حبايبي كله الكميه بتاعته كلها وارجع لكم تاني. دلوقتي يا حبايب قلبي انا غسلت السمك اهو خلاص، هنقعه بقى زي ما انا قلت لكم. دلوقتي يا حبايبي انا جبت الرز اهو، هغسله معاكم واحط ميته على السمك اهو يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم، ما تصلوا على النبي يا حبايبي. اهو بغسل كده الرز دلوقتي يا حبايب قلبي انا بنزل بميه الرز على السمك كده بالشكل ده، وهغسل الرز كله واحط الميه على السمك. دلوقتي يا حبايبي انا غسلت السمك، هعصر عليه ليمون بقى زي ما انتم شايفين كده. انا عصرت نص، وده النص التاني عصرت عليه ليمونه
واسيبه منقوع لحد لما اطبخ الرز، وبعد كده بشطفه بميه بيضه من الحنفيه بس. دلوقتي يا حبايب قلبي انا حطيت الزيت على النار ونزلت بيه بالبصل. دول بصلتين كبار وسط، يعني انت لو عندك بصله كبيره ممكن تحمريها وتحطي على حسب كميه برضو الرز اللي هتحطيه بتحطي البصل. انا عامله 3 كوبايات رز، عملت عليهم بصلتين وسط. هحمرها جدا يا حبايب قلبي، بحمرها قوي قوي عشان بتدي اللون الرز تبقى بني كده غامق، بيبقى شكله جميل وطعمه جميل جدا. جربوه يا حبايب قلبي مش هتندموا ان شاء الله. هحط عليها سنه ملح والبصله بتتحمر كده. ربع معلقه ملح اهو يا حبايبي اهو. هحمر الرز اسفل البصل يا حبايبي. هحمر البصل كده يا حبايبي لغايه لما يحمر وارجع لكم تاني. دلوقتي يا حبايب قلب البصله بتاعتنا احمرت اهي. هنزل عليها بميه. احمرت يا حبايبي، هنزل بقى بالميه واسيبها تغلي. دلوقتي يا حبايبي انا نزلت بالميه اهو، هسيبها بقى تغلي كام غلوه كده وبعد كده انزل بالرز. لما بتسيب الميه كده تغلي لوحدها بينزل اللون بتاع البصله في الميه بيغير لون الرز. دلوقتي يا حبايب قلبي هنزل بقى بمعلقه كزبره اهي، وبمعلقه كمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنزل بشويه ملح بس خدي بالك احنا حاطين ملح. هنزل بس بربع معلقه ملح. احنا حاطين ملح في البصله وهي بتتحمر، ما تنسيش الخطوه دي عشان الرز ما يبقاش حادق معاكي. هسيبه يغلي يا حبايب قلبي ولما اجي اسقط الرز هوريكم. دلوقتي يا حبايب قلبي انا قشرت البتنجان عشان نعملها سوا اهو. دي البتنجانه اللي احنا عملناها سوا، شويناها سوا. نشوتها في الاول عشان البوتاجاز ما يتبهدلش، عشان لما اغسل البوتاجاز تفضل ايه البوتاجاز نظيف. دلوقتي انا جبت في الهون اهو زي ما انتم شايفين توم، وعليه سنه ملح صغيره، وقرن حته فلفلايه برضو صغيره واخداها من بتاعه السلطه اهو يا حبايبي، بحيث ان مفيش حاجه تترمي. دلوقتي يا حبايب قلبي هنزل بمعلقه كبيره خل اهو. لسه ما نزلتش بالثوم، هخليه في الاخر بحيث ان هو ما يحدقش مني، لان انا هعصر ليمون وادي كمان ليمونه. اهو يا حبايبي. خدت حبه من الدقه يا حبايبي اهو، الثوم والملح والفلفل نزلت بيها. ونزلت يا حبايب قلبي بمعلقه طحينه كبيره اهو زي ما انتم شايفين، ومحضره برضو حته عود شبت وعود كزبره بس هعملها في الاخر. ومعايا الثوم والملح برضو لو احتجت هحط، ومعايا كمون ومعايا كزبره. بس انا لو عندك شطه حط، انا ما عنديش شطه، او بمعنى اصح ولادي ما بيحبوش الحاجه الحاره، فبحط لهم كده في الدقه بتاعه السمك من غير ما ياخدوا بالهم. اهو يا حبايب قلبي حطيت كزبره اسفه وادي الكمون. البتنجان يا حبايب قلبي جاهز اهو خلاص، ما شاء الله طعمه جميل والله. انا قلت بدل ما افضل واقفه على ما ميه الرز تغلي اعمل البتنجان معاكم. حبايبي انا نسيت احط الزيت، احط معلقه زيت مش كتير اهو، وهقلبه برضو. الزيت بيديله لمعه كده وبيخليه سايح وجميل. لو عندك زيت زيتون وحابه تحطي برضو حطي يا حبيبتي، بيبقى جنب السمك المشوي جميل قوي. مثلا البتنجان اللي بالطحينه ده جميل في اي وقت وفي اي مكان بصراحه. احنا هنا بنحبه احسن من المقلي 1000 مره.
اهو يا حبايب قلبي، وبألف هنا وشفا عليكم. زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، ميه الرز ما شاء الله اتغيرت خالص اهي، بتاعه البصل اهي اغمقت عن ما كنا حاطينها الميه في الاول. هنزل دلوقتي بالرز اهو. بسم الله بسم الله، صلوا على النبي يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مظبطين الملح بتاعنا، حاطين الملح، وهنشوف برضو لو احتاج ملح هنحط له. هو محتاج ميه هزود له شويه ميه، وبعدين هعلي عليه البوتاجاز. خلاص يا حبايب قلبي، انا ظبطت العقد بتاع الرز اهو، وظبطت ملحه، حطيت له كمان سنه ملح، وعليت عليه البوتاجاز، وهسيبه يا حبايب قلبي لحد ما يتشرب، وبعد كده ههدي عليه النار. يا حبايب قلبي نسيت احط الشبت، حطيت حبه شبت وكزبره اهم يا حبايبي. هو بيدي ريحه وتست وطعم جميل جدا في البتنجان بصراحه. نسيت احطه، انا اسف، لما جيت احضر حاجه السلطه افتكرته. يلا بينا عشان نعمل مع بعض السلطه على ما الرز يتشرب نطلع نشوي السمك بتاع الانابيب مع الدجاج. زي ما انا قلت لكم هنروح نشوي السمك عند ماما. دلوقتي يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض السلطه. معايا طماطم اهي ابني واكل حته منها. معايا طماطم اهو يا حبايبي اهو بالشكل ده اهو الطماطم، ومعايا خيار، ومعايا فلفل اخضر وفلفل احمر وفلفل اصفر وبصله وجزرايه. هنعمل السلطه يا حبايب قلبي دلوقتي. قولوا لي كده يا حبايب قلبي واحنا مع بعض كده بنعمل السلطه، لو انتوا حابين اي حاجه اي وصفه قولوا لي عليها وانا تحت امركم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بنقطع الطماطم كده اهو اهو يا حبايبي. احنا بنحب السلطه بتاعتنا تكون صغيره، بتشيل القمع ده ملوش لازمه اهو يا حبايب قلبي. طماطم جميله جدا، الطماطم الخضراء ديت اللي بتبقى من جوه خضرة كده بتبقى مسكره. اقترحوا عليا يا حبايب قلبي نعمل ايه، لو انتوا حابين اكله او وصفه او اي حاجه ان شاء الله. اتفقت انا وماما هنعمل الفطير، هعمل لكم الفطور يا حبايب قلبي من عينيا حاضر، عشان حبايبي اللي طلبوه. دلوقتي يا حبايبي الرز اتشرب اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وهديت على النار، هسيبه بقى يتردد على ما نخلص السلطه. طول ما انت واقفه كده وشايفه ما توقفيش نفسك عشان حاجه، شوفي ايه اللي ناقص اعمليه اهو يا حبايبي، عشان تبقي خارجه من المطبخ كل حاجه ايه جاهزه ونضيفه، ومطبخك رايق، ما تقفيش ترجعي بعد الغدا تغسلي بس مواعين الغدا وخلاص. وحوض نضيف اللي بيتوسخ بغسله اول باول. انا خلصت الطماطم اهو يا حبايبي، ببدا بالفلفل بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كل واحد يقطع التقطيع اللي هو حاببها. احنا بنحب السلطه بتاعتنا بتكون صغنونه كده، بعملها صغنونه، وفي ناس بتحبها كبيره. صلوا على النبي يا حبايب قلبي، سرحانين ليه؟ انا سرحت فكروني. صلوا على النبي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طول ما انت واقفه تشغلي نفسك بحيث ان انت تخرجي من المطبخ ما يبقاش وراكي حاجه فيه، رغم ان والله المطبخ شغل ما بيخلص. ربنا يدينا الصحه ويعين على الشغل، الشغل ما بيخلصش اهو يا حبايبي. انا قلت اعمل معاكم روتين النهارده، انتوا بتحبوا الروتين وانا عنيا ليكم. لو انتوا حابين مني اي حاجه انا تحت امركم اهو يا حبايبي بالشكل ده. وهعمل الفلفل برضو الاحمر والاصفر كله كده وارجع لكم تاني يا حبايبي. بنعمل مع بعض الخيار اهو يا حبايبي اهو. بمسكه اعمله بالشكل ده، بلف الخياره والسكينه شغاله زي ما هي اهو، يطلع معاكي ناعم وجميل اهو يا حبايب قلبي بالشكل ده.
دلوقتي يا حبايب قلبي انا انتهيت خلاص من السلطه. شايفين الشكل وشايفين الالوان بتاعتها عامله ازاي؟ ما شاء الله ولا قوه الا بالله. شايفين ادي الجزر بشرته اهو يا حبايبي، وادي الشبت والكزبره والبصل والطماطم والفلفل الالوان الاصفر والاحمر والخيار. بعصر بقى عليها يا حبايب قلبي ليمونه. انا ما بحطش الملح غير لما بنيجي نتغدى، اما باجي اغرف بقوم حاطه الملح على السلطه. ما تحطيش الملح هتموت الخضار بتاعك وهيبقى طعمه وحش. هنعصر ليمونه يا حبايبي اهو، وبحط معلقه خل صغيره من بتاعه الشاي ومعلقه زيت صغيره. عندك زيت زيتون متاح عندك وحابه تحطي حطي، ما عندكش حطي زيت من بتاع الطبيخ بتاعنا عادي اهو يا حبايبي. معلقه خل صغيره، انا بحب في السلطه الخل جدا، بيبقى طعمها مزازه الخل انا بحبها فيه. والزيت يا حبايبي بس كده، واحطها في التلاجة لغايه لما نيجي نتغدى. كده يا حبايب قلب الرز بتاعنا خلاص استوى وبقى بالشكل ده اهو. شايفين ما شاء الله حبايه من حبايه، شويه رز ما شاء الله تحفه يستاهلوا بقكم. وبألف هنا وشفا عليكم يا حبايبي، وعلى اللي هياكل ان شاء الله. جربوه يا حبايب قلب ان شاء الله الطريقه هتعجبكم ومش هتندموا. وبكده خلاص احنا خلصنا الرز. يلا بينا بقى نروح عند ماما نشوي السمك، بما ان الانابيب ما جاتش وضحكت علينا. انا رحت عند ماما زي ما قلت لكم، الانابيب ما عدتش. ماما بتعك رده ايه، سلم عليهم يا ماما. السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشنا والله، ما شفتكوش من زمان، بس انا بشوف الفيديوهات انتظروا بقى، ما شاء الله جميل. انتظروا من ماما مفاجاه دمار شامل. بتقول انا هفاجئهم بقى. اشمعنى ام احمد قاعدين بقى دلوقتي يسابقوا بعض وانا دلوقتي اللي مستفاد. هي دلوقتي يا حبايبي بتعك السمك رده اهي. وريهم كده يا ماما. اعمل السمك اهوت والرده معاك اهو ان شاء الله. باذن الله يوم الجمعه الجايه هنعمل سمك مشوي على الصاجه في الغايه عند غيتنا احنا بقى دي، عند غيط بابا. انتظروا بقى، بتحرق المفاجاه ليه يا ماما؟ مش عند غيت عبد. دلوقتي يا حبايبي الفرن حمي اهو، وماما هي اللي بتشوي السمك اهو. انا اول مره اجيب السمك ده من واحد اول مره اعرفه. يا رب يطلع كويس. مش هتهدم من تحت شويه. دي يا حبايب قلبي الحدوق انا عملتها ازاي. جبت شفشق الخلاط، حطيت فيه بصل واسمه ايه توم. بصل، انا اسفه توم. لا انا ما حطيتش الشبت والكزبره في الخلاط. قرن فلفل حامي اللي هو الطويل الشطه ده، وقرن فلفل مكبب وليمون وتوم وملح، وضربته في الخلاط يا حبايب قلبي. انا مش موسعه الحدوق لان السمك بتاعي مش كتير. وبعد ما خلصت ونزلته في الطبق حطيت عليه معلقه زيت وحطيت عليه شبت وكزبره. والسمك بتاعنا اهو يا حبايبي بيتشوى في الفرن. شايفين ما شاء الله جميل. المغرب جدا واحنا لسه ما اتغديناش، هيبقى غدا وعشاء. وقتك ولا مقول. انا اعمل ايه يعني؟ هتاخدك الوقت اقول لك روح عندهم. يا ريت ولا يوم من ايام ماما. اوعى تسمع الفيديو يا ابو ند. هيقول لي يلا على امك مش بتتمني. اهو يا حبايبي السمك اهو ما شاء الله جميل اهو. انتظروا بقى من ماما مفاجاه. عامله لكم مفاجاه جميله. ده بيبقى يوم كله مشاكل، كله شغل. والله العظيم من ساعه ما قمت من على السرير بنضف وبعمل في البيت اهو يا حبايب قلبي. دلوقتي يا حبايب قلبي السمك الصغير اللي خرج معانا اهو، سيبنا الكبير شويه عشان الدم اهو. انا حدقت اهو يا حبايب قلبي وفرده عود قش وحطاه عليه. الدنيا ليلت علينا. الله بكره وقلب. دلوقتي يا حبايب قلبي احنا انتهينا خلاص من شوي السمك اهو. ماما بترصه في العلبه. المغرب جدا والصلاه وانا لسه عند امي. شكله مش هترجعي لامك تاني. شكله مش هروح. بس هو جوزي جه من الشغل واتصل بيا، قلت له انا بشوي السمك وجايه اهوت. ما قالش حاجه. انا هيعمل ايه؟ ناكل السمك ني اهو يا حبايبي. تسلم ايديك يا ماما. بألف هنا وعافيه. الله يهنيك. انتظروا بقى من ماما المفاجاه. مش عايزه احرقها لكم. في مفاجاه غير بتاعه الغيط. ما انا مش هقول، خليها مفاجاه. قاعدين يفاجئوكوا بقى وانا قاعده مستفاده باكل وبصور فيديوهاتي وانا 100. طب مش هعمل لك حاجه. اهو يا حبايبي. انا فرشت عود قش برضو في العلبه ورصيت السمن. هنروح بقى البيت دلوقتي نقدم الاكل مع بعض.
بالهنا والعافيه. حبايب قلبي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ادي السمك السلطه اللي عملناها مع بعض، وادي السمك يا حبايب قلبي اهو، وادي الرز ما شاء الله مفلفل وجميل. شايفين يا حبايب قلبي الرز ما شاء الله مفرفر اهو، وحبايه من حبايه اهو، ودي سلطه كمان يا حبايبي، وده سمك اهو، وده البتنجان اهو يا حبايبي. البتنجان على طول منسي اهو يا حبايبي. لو كان عجبكم الفيديو بتاعنا، وبشكر اي حد وصل معانا لنهايه الفيديو، واللي اول مره يشوف قناتي يا ريت يفعل الجرس ويدوس على كلمه اشتراك. واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.